السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو everybody، مع درس جديد مع مستر رمضان مهران، وازاي تحترف قواعد اللغة الإنجليزية بكل بساطة. ركز معايا وهات ورقة وقلم ودون الآتي. ايه هو الفرق أو what the difference between present simple and present continuous؟ ايه هو الفرق ما بين المضارع البسيط والمضارع المستمر؟ طبعا يا جماعة كلكم عارفين ان في اللغة العربية المضارع يعني الحاجة بتحصل دلوقتي، ماضي حاجة حصلت في الماضي، يا اما حاجة هتحصل في المستقبل اللي بنقول عليه الفيوتشر. طيب النهاردة عندي اكتر من زمن في اللغة الانجليزية، في ناس كتير يا جماعة بتتلخبط. عايزك تركز معايا لحظات هتلاقي الدنيا سهل. اول حاجة النهاردة بنتكلم فيها البريزنت سيمبل and present continuous، المضارع البسيط والمضارع المستمر. لو جينا كده بصينا يا جماعة على البريزنت سيمبل اللي هو زمن المضارع البسيط، هنلاقيه بيتكون من ايه؟ من التصريف الاول للفعل، بنضيف له ايه بقى؟ اس او اي اس او اي اي اس، ده في حالة وجود المفرد. يعني انت المضارع البسيط اي فيرب في اللغة الانجليزية بتكون من 3 تصريفات. يعني لو مثلا drink يشرب، drank شرب، drunk اللي هو البي بي او التصريف الثالث للفعل. احنا المضارع البسيط يخصنا منه اللي هو التصريف الاول. حضرتك بتضيف اس اللي هو الايه المفرد، او اي اس او اي اي اس. طبعا الاي اس والاي اي اس ليها حالات هنبقى نتكلم فيما بعد عنه، لكن الاساس هو الاس. يعني انا مثلا قلت هي او شي او ات، ما اقولش درينك، درينكس، ووتر، يبقى هو او هي او هو او هي الغير العاقل يشرب الميه. طيب بالنسبه للجمع ما بضيفش حاجه، يبقى الفيرب عندي بيبقى في التصريف الاول في الانفينيتيف، الفعل بدون اي اضافه. يعني لا بضاف له اس ولا اي اس ولا اي اي اس ولا اي ان جي ولا اي حاجه. يعني اي، واحد يقول لي يا مستر انت عندك اي هنا مفرد. لا، اي في اللغه الانجليزيه يا جماعه محايد، لا هو مفرد ولا هو جمع. احيانا يخش مع جروب الجمع، واحيانا اخرى يخش مع جروب المفرد. هنا اي بالنسبه للبريزنت سيمبل هتيجي مع الجمع مش المفرد. يعني اي ووي ويو وزي او اسم جمع احمد عند علي يبقى درينك ووتر. يبقى بالنسبه للجمع لاحظوا ان انا ما ضفتش اي حاجه، درينك زي ما هي. طبعا البريزنت سيمبل تنسى يا جماعه ليه استخدامات. يعني في اللغه الانجليزيه بيعبر عن habits and facts، عادات وحقائق، لذلك الكلمات اللي بتدل عليه usually عاده، often غالبا، ترجم الكلمات دي. sometimes احيانا، every كل، never ابدا، يبقى بيعبر عن عادة. يبقى لما انا اتكلم اقول لك هي درينكس ووتر يبقى عادة عنده ان هو بيشرب المية. لو قلت اي درينك ووتر يبقى عادة عندي ان انا بشرب المية، وهكذا. طيب البريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع المستمر، الفورميشن او التكوين يا جماعة سهل جدا وبسيط. ام او از او ار بلس فيرب بلس اي ان جي، يعني بنضيف للفعل اللي هو درينك كده بنضيف له اي ان جي. يبقى لازم يكون في ام واز وايه وار، واحده منهم اهو اي، فخدت مين؟ ام، وام دي معموله الاي فقط. I am drinking water. هنا بقى المضارع المستمر بيعبر عن حدوث الشيء الآن، مش في أي وقت تاني، دلوقتي. يعني لما أقول لك I am drinking water معناها إن أنا بشرب المية دلوقتي. لذلك الكلمات اللي بتدل عليه واحفظها وترجمها. now يعني الآن، look انظر، listen استمع، at present في الوقت الحاضر، at this moment في هذه اللحظة. تعالوا نشوف مع بعض كده الجملتين دول عشان نعرف الفرق. لما أقول I watch TV ممكن أضيف كلمة every day كل يوم، every week كل أسبوع. I am watching TV انا بشاهد التلفزيون. الاتنين معنى واحد، بس الفرق ما بينهم فرق السماء من الارض، يعني فرق جامد. هنا الاولانية معناها ان عادة عندي ان انا بشاهد التلفزيون في اي وقت، هنا معناها ان انا
فعلا بتفرج على التلفزيون وشغال بشاهد الايه. يبقى الفرق ما بين I watch TV معناها ان عادة عندي ان انا بتفرج على التلفزيون. I am watching TV معناها ان انا مستمر في مشاهدة الايه تلفزيون. يعني لما حضرتك او هي مثلا حد بيطبخ مثلا، ما اجيش اقول مثلا وانا في الكيتشن في المطبخ اقول I cook the food، غلط. هتبقى I am cooking the food. طالما انا مستمر في الطبخ الان يبقى استخدم الايه المضارع المستمر. يبقى كده المضارع البسيط بيعبر عن عادات اي حاجة بتحصل في اي وقت. اما المضارع المستمر يا جماعة بيعبر عن حدوث الشيء الآن. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد، عشان تحترف قواعد اللغة الإنجليزية. طبعا إن شاء الله الجزء الثاني أو الحلقة الجاية هنعمل تدريب على البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس، المضارع البسيط والمضارع المستمر هندي عليها تدريبات، بس بعد ما تكون قريت وفهمت الدرس. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله ودرس جديد في احترافك لقواعد اللغة الإنجليزية ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.